السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا مفيش احلى من حليب الشتاء وسمنة الشتاء وجبنة الشتاء. بجد الخير كله بيكون في الشتاء، بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى النهاردة كده نعمل الجبنة البيضة في البيت من غير منفعة ولا حصيرة ولا خميرة ولا اي اضافات خالص، بالحليب فقط لا غير. تقدري تعمليها من اول لتر واحد بس من الحليب. طبعا في الفيديو هعمل معاكم 2 لتر، بس تقدروا تعملوا لتر واحد، 3 لتر، 4 لتر، زي ما انتوا حابين. اهم حاجه حطوا لي لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني، ويلا نشوف الفيديو دوت. كمان سيبوا لي كده كومنت حلو منكم وصلوا على النبي كده في التعليقات. نسمي الله كده. واول حاجه انا معايا كده 2 لتر حليب. الحليب ده بيكون طازه، لسه جايباه كده حالا من اللبان او الناس اللي الفلاحين بيبيعوا الحليب، بيكون الحليب بتاعهم حلو جدا جدا وتقيل كده ومركز. ولازم تتاكدوا انكم جايبين من مكان موثوق منه ونضيف. وكمان الحليب بتاعه كده بيطلع معاكم قشطه كتير لما بتيجوا كده تغلوه وتحطوه في التلاجة. تمام، احنا نستخدمه كده من غير غلي خالص. جبت معايا حله كده تاخد ال2 كيلو وسخنتها على النار جدا جدا زي ما انتوا شايفين. اول ما بحط فيها الحليب بلاقيها طلعت دخانه كده، طبعا ده عشان هي سخنه. تمام. بعد كده بضيف فيها الحليب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو مش واثقين في الحليب يفضل تصفوه كده بمصفى. انا كمان بغسل الكيس من بره، بغسله تحت الحنفيه وبنشفه. بعد كده ببدا افتحه واحطه في الحله كده، سواء هغليه او سواء هستخدمه في الجبنه زي ما انتوا شايفين كده. هفضي كده ال2 كيلو بالشكل ده كده. انا جايبه الحله على قد ال2 كيلو بالظبط. تمام. تقدروا تحطوه كده في طاجن فخار، برضو بنسخن الطاجن في الفرن. وبعد كده بنحط فيه الجبنه ونغطيه كده بطبق او اي حاجه على مقاس الطاجن من فوق. تمام. بعد ما فضيتهم بالشكل ده هبدأ كده اغطيهم بالغطا بتاعها. تمام. وهسيبهم في مكان دافي المدة بقى. هي دي اهم حاجة. طبعا انا سايباها كده من غير اي اضافات خالص. بنسيبه كده الحليب يتخمر ويعمل معايا كده الخصرة بتاعت الجبنة او يتجبن لوحده تماما بفضل البكتيريا النافعة اللي موجودة في الحليب. تمام. العملية دي مفيش منها اي ضرر خالص. انا هنا بقول لكم ان الغطا لازم يكون ناشف جدا جدا، مفيهوش ولا نقطة مية. بنشفه كويس جدا وبغطي بيه الحلة كده، او طبعا بطبق او اي حاجة موجودة عندك. وبعد كده بغطيه بفوطة وبسيبه في مكان ثابت. اهم حاجة المكان يكون ثابت ويكون دافي. الحلة ما تتحركش من مكانها ولا تتهز طول الفترة دي. طيب هيقعد فترة قد ايه بالشكل ده كده؟ هيقعد حوالي يوم كامل، ودوت لو الجو دافي شوية. لكن الجو اللي احنا فيه ده مناسب معاه جدا انك تسيبيه حوالي يوم ونص. تمام، يعني 24 ساعة وكمان 12 ساعة. تمام. لكن لو الجو برد قوي ممكن ياخد يومين كاملين، يعني 48 ساعة. تمام. يعني بنسيبه على حسب درجة حرارة الجو، في مكان بقى على الرخامة او في ضرفة مطبخ. اهم حاجة تكون بعيدة عن ايد الاطفال وبعيدة كمان عن ايدك، والحلة ما تتهزش وتفضل كده ثابتة في مكانها. وكمان تفضل متغطية ودافية طول المدة اللي احنا سايبين فيها الحليب يتخمر معانا. تمام. بعد كده عدى حوالي يوم ونص، بدأت كده اشيل القشطة زي ما انتوا شايفين. طبعا تقدروا تسيبوه زي ما هو بالقشطة بتاعته لو انتوا حابينه كده يفضل بخيره. تمام. او تقدروا تشيلوها زي ما انا شلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتلاقوها كده متكونه معاكم وتطلع بسهوله جدا. وده كده الحليب بنعرف ازاي ان هو خلاص وصل لمرحله التجبن، ان بيفصل منه شرش زي ما انتوا شايفين كده. بتلاقوا الشرش فصل عن الجبنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعمل كده ميه لوحدها، فاصله لوحدها. تمام. هتجيب هنا بقى طبق وفوقيه مصفى، وفوق المصفى شاشه كده او قماشه يكون لونها ابيض. تمام. تقدري تجيبيها من بتاع الاقمشه. بتقولي له عاوزه قماشه بيضه اصفي فيها الجبنه، هو بيديكي قطعه كده على قد الجبنه، على قد ما هتستخدميها. تمام. يعني حوالي نص متر من القماش. وبعد كده بتغسليه كويس جدا جدا وبتكوني كده مخصصاها للجبنه. وبعد كل مره بنعمل فيها بنغسلها وبنشرها ونتاكد ان هي نشفت كويس جدا في الشمس. تمام. زي ما انتوا شايفين ببدأ كده اضغط بايدي حاجة بسيطة عشان اصفي اكبر كمية من الشرش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا برمي كده الشرش الاولاني ده. وبعد كده الشرش اللي بيطلع بعد كده بعد التصفية بستخدمه في عمل المعجنات وكده. هنتكلم مع بعض دلوقتي بالتفصيل. دلوقتي بقى انا هبدأ املح الجبنة بتاعتي. طبعا تقدري تحطي الملح على حسب الرغبة، لو انت بتحبي الجبنة تبقى مالحة شوية زودي الملح. تمام. انا بحبها تكون دلعة شوية، فحطيت معلقة ملح صغيرة على ال2 كيلو من الحليب. تمام. طبعا تقدري تزوديها لحد معلقة كبيرة من الملح لكل 2 كيلو حليب، بس طبعا هتطلع معاكي ملحة شوية. تمام. دلوقتي بقى هبدأ كده اربط كده القماشة بتاعتي اللي بصفي فيها الجبنة بالشكل ده كده، وهربطها واتأكد كده اضغط عليها اتأكد ان انا بحاول كده اطلع اكبر كمية من المية منها.
تمام. وبعد كده بنحط عليها اي تقل من فوق. تمام. ليه بقى؟ عشان اتاكد ان هي تصفي كل كميه الشرش او الميه اللي موجوده فيها. الطريقه سهله وبسيطه، بس يعني امشوا بالخطوات مظبوط، ما تعملوش خطوه كده ما تعدوش خطوه كده. تمام. لازم كل حاجه بنقولها في الفيديو يعني تتعمل زي ما هي بالمده بتاعتها. تمام. هحط كده تقل، هحط كده الطاجن ده تقيل، وهحط عليه طاجن كمان، وهحط عليه كده من فوق كمان يعني ممكن كيس رز، كيس دقيق، كيس سكر، اي حاجه تقل معايا على الجبنه. تمام. وطبعا الميه بستقبلها في طبق تحت، الطبق ما يكونش ملامس للجبنه من فوق، يعني ما يكونش المصفى لازقه في الطبق. تمام. يكون في فراغ كده بحيث ان تستقبل الميه تحت وتكون بعيده عن الجبنه. طبعا سيبوها كده على قد ما تقدروا. تمام. ممكن تسيبوها في التلاجة لحد تاني يوم، يعني تعملوها كده من بالليل وتسيبوها تصفي الميه بتاعتها لحد تاني يوم الصبح 12 ساعه 10 ساعات على حسب ما تقدروا. انا سبتها تقريبا حوالي 4 ساعات مش اكتر من كده. كل ما بتسيبوها تصفي ميتها كل ما تطلع معاكم مظبوطه ومتماسكه اكتر. تمام. بعد كده بعد ما بتصفي تماما ببدا كده اخدها على ورقه زبده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولو ما فيش ورقه زبده ممكن كيس بلاستيك. تمام. بس ورقه الزبده بتظبطها اكتر زي ما انتوا شايفين، وكمان بتمتص الميه الزياده اللي موجوده في الجبنه. ببدا كده اسويها بايديا او بمعلقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحيث كده ان انا الفها شكل اسطوانه، وعشان نديها كده الشكل بتاع الحصيره او الشكل بتاع الجبنه الجاهزه. زي ما انتوا شايفين ببرمها كده على شكل اسطواني بالشكل ده، واحاول اسويها على قد ما اقدر. طبعا هي مش متماسكه معايا قوي لان انا ما سبتهاش تصفي كويس. تمام. تقدروا تسيبوها مده كويسه عشان تديكوا كده قطع متساويه كده ومستقيمه معاكم. انا عاملاها كده تكون طريه شويه، عامله كده زي الجبنه اللي بنجيبها من الناس السوريين اللي بتكون طريه شويه، بتكون طعمها كده عامل زي القشطه، وطعمها بجد منتهى الجمال، خصوصا ان انا مقلله الملح خالص فيها. تمام. بسيبها كده شويه يعني تمسك نفسها كده برضو شوية كده في التلاجة، وبعد كده ببدأ افكها واقطعها معاكم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. هفك بقى ورق الزبدة. طبعا شايفين ممتص المية الزيادة الموجودة في الجبنة زي ما انتوا شايفين كده، عشان كده بفضل ورق الزبدة. تمام. تطلع معايا كده سليمة، وببدأ كده اجيب شوكة وابدأ كده امشي عليها يعني من ظهر الشوكة كده، بحيث ان انا اديها شكل الحصيرة بكل سهولة. مش محتاجة خالص ان يكون عندك حصيرة عشان تعملي طبعا الجبنة. زي ما انتوا شايفين طريقة سهلة وبسيطة خالص، بنمشي عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعايزة اقول لكم ان 2 كيلو حليب بيطلعوا كمية جبنة حلوة قوي، فجربوها. وده غير كمان كمية القشطة اللي طلعت معانا. طبعا قطعتها، هي لسه طرية شوية معايا زي ما انتوا شايفين. تمام. بس عايزه اقول لكم طعمها في منتهى الجمال، طعمها عامل زي القشطه بالظبط. يعني اتمنى تجربوها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات اللي عملناها، وبجد تيجوا تقولوا لي يعني رايكم ايه وطلعت معاكم ايه. بجد هتعجبكم جدا جدا، وحاجه كده نظيفه، كفايه انك عاملاها بايدك في البيت، وتسلم ايديكم مقدما. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه حبايب قلبي.